تكبير وعدالات نداء تكبير وعدالات جنسيانة آزادي جنسيانة آزادي جنسيانة آزادي جنسيانة آزادي كل القوانين السياسية والانتماءات ويعود إلى جوهر إنسانيتنا المشتركة، حق الإنسان في الحرية الجسدية والكرامة. إن قضية القائد عبد الله أوجلان بما تحمله من إبعاد قانونية وسياسية وإنسانية أصبحت رمزا يتجاوز لنضال طويل من أجل الحوار والاعتراف والبحث عن حلول عادلة وسليمة. وإن حان الوقت لحرية جسدية للقائد ضمن حقوق الأمن وإنهاء العزلة. نحن اليوم كنساء وحركة المرأة نرفع صوتا واحدا لنقول إن الحرية الجسدية حق غير قابل للمساواة والكرامة والعدالة الحقيقية بالقيود بل بالحوار والاعتراف المتبادل بفتح أبواب الحلول بدلا من إغلاقها، حيث أرسل القائد بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة رسالة تناول فيها جذور العنف ودور النضال النسوي في بناء مجتمع حر ديمقراطي، وأكد أن وجود المرأة ومكانتها ليس أمرا سهلا، وأن التحرير أيضا ليس بالأمر والسير، ولكن على امرأة أن تلاحظ هذا النضال بعزم وإرادة. بالنابه وإيرو هالوسطى خوي ضد الديار ام دبيجن آزادی جبو سرک آپو شخوف دوزا حمي پیکاتی ملت حسکی نا ای حمي باکر روشنات سوریه و داستکه ده امکارن بیجن اف قستکا حمي پیکاتی سوریه لی ایگو بنامیا یانجی لسرا گاندنه یانجی تکلیاده دوزا آزادیا فیزیکیش بو سروکا پو دکن